احنا افتكرناها لعبة، شخصيات كرتون، عالم ملون وضحك ووقت بيعدي. بس محدش قالنا ان في ألعاب بتكشف اللي جوانا وبتطلع أسوأ مخاوفنا وأحلى أحلامنا من غير ما نحس. روبلوكس مش مجرد لعبة أونلاين، دي عالم دخلناه واحنا فاكرين نفسنا مسيطرين، وطلعنا احنا اللي اتغيرنا. أعرفكم بنفسي، أنا مريم، عندي 15 سنة، بنت عادية جدا، بروح المدرسة وبحب اللعب على الموبايل، يعني شوية ملل وشوية جد. روبلوكس دخلت حياتي في يوم ما كنت محتاجة فيه أهرب، مش بس ألعب. أول مرة فتحت اللعبة انبسطت جدا، كان عالم واسع، ناس من كل حتة في الدنيا، محدش عارف شكلي ولا اسمي الحقيقي. كنت حاسة إني حرة أعمل شخصية تانية أقوى وأجرأ وأشطر من مريم الحقيقية. كل يوم أدخل شوية، والشوية دول بقوا ساعات. أصحى من النوم أفكر في اللعبة وأنام وأنا ماسكة الموبايل. في لعبة منهم كنت دايما بكسب، الناس كانت كتير قوي بقت بدأت تعرفني، بدأت الناس تبعتلي رسايل خاصة. في الأول هزار، بعدها كلام حلو، بعدها